اتكلم مع ربنا بصراحة كده، واكشف له قلبك وكلمه كده زي محب بيكلم حبيبه. يا رب أنا عايز كذا وأنا ما استاهلش كذا. اشرح له ضعفاتك، قول له اديني معونة في الحاجات دي، قول له اعطيني يا رب إني أحبك. دي صلاح كان دايما الشيخ الروحاني ينبسط منها، يقول صلي تطلب محبة ربنا، اعطيني يا رب إني أحبك. امنع عني كل شيء بيعطل محبتي ليك، خلي محبتي ليك أكتر من كل حد وأكتر من كل شيء وأكتر من كل شهوة وأكتر من كل رغبة. اعطيني يا رب إني أشتهي الجلوس إليك. اطلب منه هذا الكلام. حتى إن كنت بتحب خطية أكتر من ربنا، اطلب من ربنا إنه ينجيك من هذه الخطية، ليس لكي تأخذ الملكوت وإنما لكي تشعر بمحبة ربنا ليك. داود النبي كان صلاته فيها اشتياق إلى الله، يقول له اشتاقت نفسي إليك زي الأرض العطشانة إلى الماء، كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه اشتاقت نفسي إليك يا الله. خلي صلاتك فيها حب عشان توصل لربنا. ده داود بيقول له باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. تدرب على هذه الصلاة المملوءة بالحب عشان تستطيع انك انت تعيش مع ربنا. من ضمن الصلوات اللي تخليك تحب ربنا التأمل في صفات الله الجميلة. حاول تتأمل في صفات الله الجميلة، في أي صفة من صفات ربنا. الله القوي القادر على كل شيء، الله الجميل اللي بيحب الجمال، الله الحنين على كل أحد، الله المحتمل للكل حتى الخطاة، الله الذي يعطي كل أحد حتى الأشرار لا يمنعهم من نعمته. امسك أي صفة من صفات الله وتأمل فيها، تجد ابتديت تحب ربنا. مش في إنسان فيكم بيحب واحد لأنه جذاب، واحد بيحب واحد تاني لأنه روحه خفيفة، واحد بيحب واحد ثالث لأنه نبيه، واحد بيحب واحد رابع لأنه بيعين الآخرين وخدوم وينقذ أي حد. كمان ربنا فيه كل الصفات. كل ما تتأمل صفات الله كل ما تحبه بالأكثر. يعني أديك مثل بسيط، افرض مسكت حاجة صغيرة زي محبة ربنا للأشياء الصغيرة أو تقدير ربنا للأشياء الصغيرة. إزاي ربنا بيقول إن كأس ماء بارد لا يمكن ينساه؟ إزاي ربنا لم ينسى فلسي الأرملة وقدرهم تقدير كبير وقال دي أعطت أكتر من كل؟ إزاي إن ربنا قدر صلاة العشار اللي قرأ على صدره وقال ارحمني يا رب إني خاطئ فخرج مبررا، مجرد عمل صغير. إزاي إن ربنا مدح ملكة التيمن لمجرد إنها ذهبت لتسمع حكمة سليمان؟ يعني جايز حاجة محدش ياخد باله منها. ازاي امتدح زكا لمجرد انه طلع فوق الجميزة عشان يراه؟ ازاي ربنا بيهتم ولو بدمعة واحدة لخاطر، ولو بالناس اللي جولوا في الساعة 11 من اليوم وما اشتغلوش غير ساعة واحدة. يعني ربنا ما فيش حاجة بينساها أبدا.
امسك صفات الله الجميلة وخليها مجال لتأملك، وخليها تقودك إلى محبة ربنا. وإحنا بنخلي دي في القداس الغريغوري، بنتأمل في صفات ربنا، وفي قطعة ارحمنا الله ثم ارحمنا في آخر كل صلاة بنقول له الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الخطاة، يعني يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ بس لما يرجع. بتذكر صفات الله الجميلة وتتأمل فيها. إذا كنت عايز تحب ربنا لازم ما تحبش العالم معاه. شوف ايه الموانع اللي بتمنعك عن ربنا. قال ان محبة العالم عداوة لله، والكنيسة بتقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم لان العالم يبيد وشهوته معه. وبتجيب لنا الآية دي من رسالة يوحنا الأولى عشان تضعها بعد قراءة الكاثوليكون باستمرار. شوف ايه اللي بيمنعك عن محبة ربنا. ان كانت ذاتك هي اللي بتمنعك عن محبة ربنا، حاول انك انت تعالج محبة الذات. إن كان شخص بتحبه أكتر من ربنا، بيقول من أحب كذا أو كذا أكثر مني فلا يستحقني. إن كنت بتحب المادة أو المال أو المجد أو الشهرة أكتر من ربنا، فوق لنفسك. ولا يمكن إنك أنت زي ما قال المسيح، ما يقدرش واحد يعبد سيدين أو يكرم إلهين في وقت واحد، لا إما ده لا ده. فبرضه علشان توصل لحبة ربنا لازم تمتنع عن الأشياء اللي بتقف عائق أمامك وأمام محبة ربنا. ولذلك تصل إلى محبة ربنا بالتوبة. الإنسان اللي مش تايب هيوصل لمحبة ربنا إزاي؟ لكن بالتوبة لما تترك الأشياء اللي بتعوقك تستطيع إنك توصل إلى محبة ربنا. ولذلك البعض يقول من ضمن الأشياء اللي توصلك إلى محبة ربنا التجرد، حياة التجرد.